بص يا صديقي، في 2001 ايلون ماسك كان عنده حلم بسيط، عاوز يعمل صوبة زراعية فيها نباتات ويحطها على سطح المريخ، لكن اكتشف وقتها ان الصواريخ الامريكية غالية جدا والصواريخ الروسية ارخص منها بكتير. حاول يشتري صاروخ من روسيا لكنهم اتعاملوا معاه بطريقة فظة جدا، وهنا قرر يصنع الصواريخ بنفسه. استخدم الفلوس اللي كسبها من باي بال في تحقيق الهدف ده، ومن بعدها حاولوا يطلقوا فالكون 1 3 مرات لكنه في كل مرة كان بيفشل. كل ده كان على وشك انه يتغير في السنة دي. 2008 يا صديقي كانت كابوس لكتير من الشركات العالمية، لكن بالنسبة لإيلون ماسك هتكون السنة الأسوأ في تاريخه كله. في أغسطس 2008 سبيس إكس فشلت للمرة الثالثة في إطلاق الصاروخ بتاعها، واللي للأسف ما كانش مجرد صاروخ عادي، ده كان عليه قمرين لوكالة ناسا الفضائية غير قمر صناعي تابع للقوات الجوية الأمريكية. كل دول اتحطموا في الإطلاق. المشكلة ما وقفتش هنا، الخسارة في سبيس إكس سمعت في تسلا ساعتها كانت بتواجه حالة من الإفلاس أصلا، وماسك كان بيصرف سيولة ضخمة جدا على سبيس إكس